السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نحل سوا تمارين تدرب صفحة 83 هي للدرس حل المعادلات بطريقة بيانيا. طبعا أنا عندي هون جملة معادلتين عطاني إياهن وطلب مني إنه مثل بيانيا وأقرأ الحل بيانيا وحل جبريا. هلأ مثل ما شايفين المعادلة فيها أرقامها يعني هيك شوي إنه بتضايق مثل فواصل، لما بيكون في عندي فواصل أو كسور بتزعج شوي بعض الطلاب لأنه بتحتاج شوي لشغل أكتر. بهي الحالة أنا بفضل إنه نحن نتخلص من الفاصلة. طبعا أنا رح أضبط شكل المعادلة، برجع بذكركم إن المعادل فيه أكتر من طريقة للحل، مهم النتيجة تكون صح. أنا رح أضبط شكل المعادلة وبعدين بنكمل الحل. شلون يعني رح أضبط شكلها؟ رح أتخلص من الفاصلة الموجودة عندي. هلأ أول معادلة موجودة عندي رح أخليها حالة ما بتأثر عندي، 4x زائد 3y يساوي ناقص 6. المعادلة الثانية رح أضربها ب10. ليش رح أضربها؟ مشان أتخلص من الفاصلة. يعني صارت عندي 20x زائد 10y يساوي ناقص 35. هلأ أنا شو عملت؟ ضبطت شكل المعادلة لحتى أقدر على أساسها إنه مثل الحل بيانيا، وبقدر هلأ أطالع النقاط بكل سهولة. هلأ مثل ما تعلمنا شلون بنطالع النقاط، لازم نضبط جدول لدي 1 ودي 2. دي 1 المستقيم الأول المستقيم الثاني، هيدي 1 لحال وهذا عندي دي 2. دي 1 عندي x والواي وعندي الثنائية كمان هون نفس الشي، أنا عندي x وy وعندي الثنائية. دي 1 أول مستقيم 4x زائد 3y يساوي ناقص 6. هلأ لما بدي أخذ النقاط، لما x تساوي الصفر بالتعويض رح يطلع مع الواي تساوي ناقص 2. إذن أول ثنائية هي 0 ناقص 2. كمان النقطة الثانية ما رح أخذ واي تساوي الصفر، رح أخذ الواي تساوي 2. طبعا ليش أخذت الواي تساوي 2؟ مشان ما يطلع عندي فواصل. لما أخذ الواي تساوي 2 رح يطلع عندي قيمة الإكس تساوي ناقص 3، معناتها إكساتها صار عندي ناقص 3 والوايات تساوي 2. برجع بقولكن النقاط أي بقدر أخذ أي نقط بحسن إنه أحل فيها، بس بحاول إنه أصغر الأرقام لحتى ما يطلع عندي بالرسم أعداد كبيرة. هلا بننتقل للمستقيم الثاني دي 2. أول نقطة رح أخذها الإكس تساوي الصفر، طلع عندي الواي تساوي ناقص 3.5. أول ثنائية هي 0 ناقص 3.5. الثنائية الثانية رح أخذ واي تساوي الصفر، لما عوضت واي تساوي الصفر رح يطلع عندي ناقص 1.75، يعني ناقص 1 و3/4. الإكسات ناقص 1.75 والوايات تساوي الصفر. هلأ بننتقل ونمثل هاي النقاط على مستقيم الأعداد، بنرسم مستقيم سوا ونمثل عليه النقاط. هلأ بعد ما رسمنا مستقيم الأعداد بدنا نثبت النقاط سوا. أول مستقيم دي 1 الإكس 0 الواي ناقص 2، هي ناقص 1 ناقص 2. هي النقطة اللي أنا بدي إياها أول نقطة. تاني نقطة الإكسات ناقص 3 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3. الواي 2 1 2، هي النقطة اللي أنا بدي إياها. هذا هو أول مستقيم حددناه. بننتقل سوا للمستقيم الثاني، رح أخده بغير لون مشان يكون واضح عنا. الإكس عندي هتساوي الصفر، الواي ناقص 3.5 ناقص 3 ناقص 1 ناقص 2 ناقص 3.5، يعني صارت هون هي 0 ناقص 3.5. كمان مستقيم الثاني ناقص 1.75، يعني ناقص 1 و3/4. الإكس هاي 1 و3/4 يعني هون، والوايات 0. هي النقطة اللي أنا بدي إياها. هلأ بنوصل، هلأ بعد ما رسمت المستقيمات وصلت بين أول نقطتين ووصلت بين تاني نقطتين المستقيمات. مثل ما شايفين إنه هن التقوا المستقيمين عند هاي النقطة تقريبا. الوايات تقريبا عند الواحد الواي والإكس عم تكون 2.25، معناتها نقطة الحل عندي إياها الإكس مثل ما قلنا 2 ناقص 2.25، والواي عم تكون عندي إياها تقريبا تساوي
الواحد بشكل تقريبي. هلأ رح نتأكد إنه هذا الحل هو صح ولا لا. رح شوف بالتعويض، بس قبل التعويض رح أجرب بيانيا وشوف إذا رح يطلع معي نفس الحل أو لا. هلأ رح نكمل سوا الحل جبريا. الحل جبريا مثل ما بنعرف إنه في عندي الحذف بالتعويض وعندي الحذف بالجمع. رح أخذ أنا الحذف بالجمع أسهل لي. هلأ مثل ما شايفين رح أخذ إذا ضربت 4 بناقص 5 رح يطلع عندي ناقص 20. ناقص 20 و20 بروح مع بعض، أو بتحب الواي مضربة بناقص 10 أو مثلا هون نضربها بناقص 3. الخيار لإلكن، بس أنا اخترت أول وحدة لأنه الأرقام الجداء عندي أسهل ما أضرب 35 يطلع عندي أعداد كبيرة. طيب معناته بنقول نضرب 1 بناقص 5. خلونا نضربها بناقص 5. صار عندي ناقص 20 إكس ناقص 5 ضرب 3 ناقص 15 واي يساوي ناقص 30. ناقص بالناقص عفوا صار عندي زائد 30. الثانية على حالة أنا ما قربت عليها، 20 إكس زائد 10 واي يساوي ناقص 35. هلأ شو بدي أساوي فيها؟ بالجمع بدي أجمع المعادلتين. صار عندي إشارة الأكبر نطرح، هدول راح مع بعضهم. ناقص 5 واي تساوي ناقص 5، إشارة الأكبر ونطرح. معناتها الواي طلع عندي شقد تساوي 1. هلأ بنعوض بأي مستقيم ما بتفرق. نعوض، أنا راح أختار مستقيم 1. بدنا نعوض واي 4 إكس زائد 3 ضرب 1 يساوي ناقص 6. صار عندي 4 إكس تساوي ناقص 6 ناقص 3. معناتها 4 إكس تساوي ناقص 9. هذا يؤدي إنه إكس تساوي ناقص 9 على 4. 9 على 4 هو نفسه يساوي ناقص 2.25. طلع معي الحل بالجبريا، طلع معي ناقص 2.25 والواي طلعت عندي 1. يعني نفس الرسم لما طلع عندي بيانيا. للتأكد أنا راح أتأكد، راح أعوض 4 ضرب الإكس اللي طلعت معي شقد ناقص 9 على 4 زائد 3 ضرب 1 يساوي، طبعا 4 مع 4 راحت، شو صار عندي؟ ناقص 9 زائد 3 يساوي ناقص 6، وأنا عندي بالطرف الثاني ناقص 6. معنات المعادلة الأولى صح. المعادلة الثانية، خلونا نتأكد المعادلة الثانية كمان. 20 ضرب الإكس اللي هي ناقص 9 على 4 زائد 10 ضرب 1. باختصر 4 صارت 1، هون ضل عندي 5. ناقص 9 ضرب 5 ناقص 45 وزائد 10 يساوي ناقص 35. إذن المعادلة والحل طلع عندي صح 100%. بس مثل ما قلت لكم إنه هيك مسألة بدها تروي وشوي شوي نحلها. وأهم شغلة إنه بس إذا حسيت حالي ضعيف بالفواصل بتخلص من الفاصلة مشان ما أتخربط كتير بالكسور ويطلع عندي أرقام صحيحة. حتى لو حسيت شوي كبر الرقم معلش ما في أي مشكلة. لأي سؤال بالتعليقات، والله يعطيكم العافية لكل مين بتابعنا، مشكورين كتير. هلأ مكملين سوا بالمعادلة الثانية. السؤال الثاني عم بيقول لي لدينا الجملة 5 إكس زائد 2 واي يساوي 12 وإكس زائد 2 واي يساوي 8. أول طلب عم بيقول لي نكتب واي بدلالة إكس كل من المعادلتين. بدي واي بدلالة إكس، يعني حطوا لي الواي على طرف واكتبوها بدلالة إكس. من أول معادلة 2 واي تساوي 12 ناقص 5 إكس. بنقسم على أمثال الواي، معناتها واي تساوي 12 على 2 ناقص 5 على 2 إكس. معناتها الواي بنظرف شكلها شوي، 12 على 2 6 ناقص 5 على 2 إكس. هاي أول وحدة. ننتقل للثانية كمان. 2 واي تساوي 8 ناقص إكس. بنقسم على أمثالها، واي تساوي 8 على 2 ناقص إكس على 2. معناتها الواي كيف صار شكلها؟ 8 تقسيم 2 4 ناقص إكس على 2. هذا هو أول طلب. تاني طلب عم بيقول لي في معلم ديكارت يمثل بيانيا كل من المعادلتين. هلا نمثل بيانيا، إذا قال لي يمثل بيانيا يعني لازم آخد النقاط. بنقول هيدي 1 وعندي دي 2، بدنا ناخد النقاط مشان الرسم. عندي إكس وواي والثنائية، كمان هون عندي إكس والواي والثنائية اللي هي إكس
وواي. دي واحد أنا عندي هذا أول مستقيم دي واحد، راح آخذ لما الإكس تساوي الصفر شت راح تصير الواي راح تكون تساوي الستة، معناتها الإكس صفر الواي ستة. تاني نقاط راح آخذ الواي ما راح آخذها تساوي الصفر، راح آخذها تساوي الواحد مشان يطلع أسهل عندي بالحل. بالتعويض راح يطلع عندي قيمة الإكس تساوي 2، معناتها 2 1. هاي طلع عندي أول نقطتين. هلا باخذ نقطتين تانية للمستقيم التاني. المستقيم التاني لما إكس تساوي الصفر عوضنا إكس تساوي الصفر، الواي راح تطلع عندي قيمتها بالتعويض راح يطلع عندي الواي تساوي 4. هاي أول نقطة 0 4. النقطة الثانية ما راح آخذ الواي تساوي الصفر، راح آخذها تساوي الاتنين. لو أخذت الواي أنا تساوي الاتنين، 2 ضرب 2 4، نقلتها الطرف الثاني 8 ناقص 4 راح تكون 4. إذا قيمة الإكس تساوي 4. طبعا التعويض بنكتبها على ورقة وحلوها على 100 مهلكون مشان نعرف شلون نحن عم نعوض. هلأ لازم أرسم المستقيم وحدد النقاط عليه. إذن هلا هذا هو مستقيم الأعداد. أول مستقيم عندي دي واحد عفوا 0 6، الإكس 0 الواي 6 1 2 3 4 5 6. هي أول نقطة عندي إياها. النقطة الثانية الإكس 2 واياتها 1، الإكس 2 1 2 الوايات 1 يعني تقريبا هون. هلا بنوصل نقاط بيناتن. هلا بننتقل للمستقيم الثاني الإكس 0 الواي 4 1 2 3 4. هي النقطة يلي بدي إياها. بعدين الإكس 4 هي 2 3 4 الواي شقد 2 1 2، معناتها هي النقطة يلي بدي إياها. هلا بنوصل بيناتهم بدنا نشوف نقطة التقاطع. هلا رسمنا المستقيمات، بعد ما رسمنا المستقيمات رح نشوف نقطة التقاطع. نقطة التقاطع كانت هون من أسقطها بالإسقاط طلع عندي الإكس عندي إياها تساوي الواحد والواي تقريبا 3.5، يعني نقطة التقاطع هي الإكس 1 والواي 3.5 تقريبا 3.5 أو من إلا 7/2. هي نقطة التقاطع اللي طلعت عندي. هلأ عبيقلي وجد اقرأ من الشكل حل الجملة ثم تحقق مما قرأت حسابيا، يعني حلها جبريا. بتحبوا حذف بالتعويض أو حذف بالجمع. هلأ رح حل المعادلة جبريا. مثل ما شايفين أمثال الواي مثل بعض، إذا ضربت واحدة من بيناتهم بناقص تنحل معي بكل سهولة بالحذف بالجمع. رح أضرب أنا 2 بناقص 1، نضرب 2 بناقص 1. أول واحدة ضلت عندي على حالة زائد 2 واي يساوي 12. تاني واحدة ناقص إكس ناقص 2 واي تساوي ناقص 8. هلأ طبعا شو بدي يساوي بالجمع؟ 5 إكس وناقص إكس إشارة الأكبر ونطرح 4 إكس، وايات مع وايات راحوا مع بعض. 12 ناقص 8 يساوي 4، معناتها طلعت عندي قيمة الإكس تساوي الواحد، ونفسها طلعت عندي بالرسم. هلأ نعوض وين ما بدكم تعوضوها. نعوض إكس تساوي الواحد ب رح أعوضها أنا ب2، صار عندي 1 زائد 2 واي يساوي 8، معناتها 2 واي تساوي 8 ناقص 1. نقلت مجاهيل لطرف معاليم لطرف، هذا يؤدي إنه 2 واي تساوي 8 ناقص 1 7. أنا بدي أمثال الواي 1، معناته الواي تساوي 7 على 2. 7 على 2 هي نفسها 3.5 يعني 3.5. إذا طلع معي الحل أنا يساوي 1 و7 على 2. هلأ مثل ما تعودنا للتأكد خلونا نتأكد منه. للتأكد لازم تحقق هاي الثنائية المعادلتين الاتنين. 5 ضرب 1 زائد 2 ضرب الواي قد هي طلعت معي 7 على 2. 5 هلا 2 مع 2 راحوا مع بعضهم، 5 زائد 7 شد بيساوي 12. نفس المعادلة طلعت عندي. الثانية الإكس 1 هاي حطيت 1 زائد 2 ضرب الواي 7 على 2 يساوي 2 مع 2 اختصرتها 1 زائد 7 شد بيساوي 8. طلعت معي نفس المعادلة اللي هن عطوني إياها. هيك بكون حليت المعادلة جبريا وبيانيا. بالتوفيق للجميع وبتمنى الفائدة للجميع، ونحاول إن ننشر مشان توصل المعلومات للكل. وأي سؤال نكتبه بالتعليقات، وشكرا للمشاهدة.